دلوقتي انا هقول لك على احسن طريقه تتعلم بيها اي لغه. بس قبل ما نبدا لازم اقول لك على الحقيقه، مفيش طريقه واحده سحريه تنفع لكل الناس، ولو حد قال لك ان في طريقه واحده تمشي مع الكل يبقى بيضحك عليك. بالمنطق كده، هل كل الناس بتحب نفس الاكل؟ اكيد لا. بتحب نفس اللبس؟ برضو لا. عندها نفس الاهتمامات؟ مستحيل. يعني كلنا مختلفين، وكل واحد فينا له اسلوبه في التعليم يناسبه هو شخصيا. علشان كده قبل ما تبدأ تتعلم اي لغة لازم الاول تحدد انت انهي نوع من المتعلمين. في حاجة في التعليم اسمها types of learners، والعلماء قسموهم ل7 انواع. علشان كده قبل ما تبدأ تتعلم اي لغة لازم الاول تحدد انت انهي نوع من المتعلمين. النوع الاول المتعلم السمعي auditory and musical learners. لو بتتعلم بالسمع احسن ركز على البودكاست، الاغاني، وانك تسمع لناس نيتيف. اسمع الجمل ورددها وهتلاقي نفسك بتتعلم اسرع. النوع الثاني المتعلم البصري visual learner، اللي عينه بتلقط المعلومة قبل دماغه. لو بتفهم اكتر لما تشوف، استخدم الفيديوهات، الخرائط الذهنية والانفوجرافيك. كل ما تشوف الحاجة مرسومة قدامك كل ما تثبت في دماغك أسرع. النوع الثالث المتعلم اللفظي verbal learner، عاشق للكلمات. لو بتحب القراءة والكتابة ركز على الكتب، تدوين الملاحظات، وجرب تشرح المعلومة لنفسك أو لحد تاني. كل ما اتكلمت وكتبت أكتر كل ما استوعبت أسرع. النوع الرابع المتعلم المنطقي logical learners، اللي هو الحسابات والمنطق لعبته. لو بتحب تفهم كل حاجة بطريقة منظمة استخدم الجداول، الخرائط الذهنية، وقارن بين قواعد اللغة بشكل منطقي. التفكير المنظم هيساعدك تستوعب أسرع. النوع الخامس المتعلم الحركي physical learner، بيفهم بإيده قبل دماغه. لو التعليم التقليدي مش ليك جرب اللعب، التمثيل، أو حتى الكتابة بإيدك بدل الطباعة. الحركة بتساعد مخك يسجل المعلومة أسرع. النوع السادس المتعلم الاجتماعي social learner، بيعشق اللمة. لو بتحب التعليم وسط ناس انضم لجروبس، احضر كورسات مع ناس تانية، واتكلم مع ناس نيتيف بأي طريقة متاحة. المشاركة هتخليك تتعلم أسرع. النوع السابع المتعلم الانعزالي solitary learner، عاشق الهدوء والتركيز. لو بتحب تذاكر لوحدك استخدم الكتب، الكورسز الاونلاين، وسجل ملاحظاتك بنفسك. التعليم الذاتي هيخليك تستوعب على مزاجك وبراحتك. دلوقتي دورك انك تحدد انت انهي نوع فيهم، وبعدها اختار الطريقة اللي تناسبك وابدأ فورا. المهم انك تبدأ، مش مهم الطريقة. الاهم انك تلاقي الاسلوب اللي يخليك تستمر.